لو انت فني صيانة ايفون سواء مبتدئ او ممارس او محترف، فالاداة اللي انا جاي اكلمك عليها النهاردة دي لازم تكون عندك ولا غنى عنها. اللي اشتغل في ايفون 12 او 13 هيلاحظ ان الشاشة بقت رقيقة جدا وبقى فكها صعب قوي وسهلة الكسر جدا، وان ما انكسرتش الشاشة بعد ما بتتفك بتجيب خطوط. الكلام ده من اول ايفون 12 والموديلات الاحدث منه. فك الشاشة بقى صعب جدا وبياخد وقت ومحتاج ايد حساسة جدا، والفنيين اللي بيفكوا الشاشات دي بالطريقة التقليدية ان هما بيسخنوا على الشاشة، بيحطوها على سخان الباغات ويبتدوا يفكوها بالكتر مع اضافة التنر. الموضوع فيه ريسك رهيب والشاشات دي بقت غالية جدا. تخيل معايا انك تيجي تفك الشاشة عشان تصلح عيب في البوردة او تكشف على عيب في البوردة وتكتشف ان البوردة دي ما تتصلحش مثلا، او انك انت ما عندكش الامكانية انك تصلحها، فتخسر شاشة بتبتدي من 6-7 آلاف جنيه. عشان كده لازم يكون عندك الجهاز ده. الجهاز ده بيفتح الشاشة بكل أمان. الجهاز ده له أشكال كتير موجودة في السوق، لكن مش كلها شغالة بشكل آمن وفعال. أنا بعد ما استخدمت أجهزة كتير جدا من الأجهزة بتاعت فتح الشاشات دي، وشفت أصدقاء ليا وهم بيستخدموا الأجهزة دي، أقدر أقول لكم إن الجهاز ده هو أحسن جهاز لفك شاشات الآيفون. والجهاز ده مش بس الآيفون، أنت تقدر تفك بيه شاشة أي جهاز تاني، ومش بس الشاشات، الظهور كمان. وكمان في مكبس علشان لما تيجي تقفل جهاز وعايز تحط عليه ضغط، فتقدر انك تحط الجهاز تحت. هنا في فوم برضو علشان الجهاز ما يتخربش من فوق ومن تحت، وبتحط الجهاز في النص، وبدل ما تقعد تربط الجهاز بأساتك فبتضغط عليه عن طريق المكبس ده. بيجي مع الأداة أو الجهاز المسمار ده كده، بتلفه فبيخلي المكبس ينزل لتحت يضغط على الظهر أو على الشاشة لحد لما تنشف. شركة ريفوكس مهتمة جدا بالتفاصيل، عاملة هنا زي فوم كده علشان الظهر ما يتخربش، وهنا ده مكان للكاميرا عشان برضو الكاميرا ما تتخربش. الحواف اللي بتمسك الجهاز هنا مبطنة بزي سيليكون او رابر علشان برضو الجهاز ما يتخربش. واهم حاجة بقى ان الجهاز ما يفلتش والشاشة بتتفتح. يعني انا شفت اجهزة زي دي كتير رخيصة في حدود 1000 أو 2000 جنيه، تحط الموبايل هنا وتقفل عليه، ولما تبتدي انك ترفع المسمار كده عشان تفك الشاشة تلاقي الجهاز نفسه بيطلع معاك من مكانه، فالشاشة ما بتتفكش. فهنا الاماكن اللي بتمسك الجهاز بتكون ماسكاه كويس جدا، ما بيفلتش منها، وفي نفس الوقت ما بيتخربش بسبب السيليكون او الرابر اللي محطوط هنا. عشان نفك الشاشات الجديدة دي لازم نسخن على الشاشة من قدام على اي سخان، ندفيها بس شوية علشان الووتر بروف او الادهيسيف اللي ماسك الشاشة قوي جدا، فمحتاجين ان هو يبقى لين شويه. وطبعا لازم نكون فاكين المسمارين دول الاول. بعد ما سخنا على الشاشه وقفلنا المسطره، اطلع المسمار ده لفوق شويه وانزل السكشن كاب واقفل عليه عشان يمسك في الشاشه، وابتدي انزل المسمار او اربط المسمار بالراحه خالص في ايدي التانيه في التنر، وابتدي احط للشاشه شويه تنر. طبعا الشاشات دي اموليد، مش ما فيهاش باك لايت. لو عندك شاشه فيها باك لايت خليك حذر من التنر. الجهاز ده بيفتح كل الشاشات. شايفين الشاشه ابتدت تفارق اهي، الشاشه دي ما اتفتحتش قبل كده. بكل هدوء ادي الشاشه طلعت من مكانها. خلاص الشاشة اهي اتفتحت. احط شوية تنر من على الاجناب بتاعت الشاشة عشان يسهل عليا فكها، وهي الشاشة طلعت معايا اهي تمام. الجهاز ده او الاداة دي حقيقي انا ما اقدرش استغنى عنها، وفرت عليا وقت ومجهود كبير جدا وادتني امان جدا في شغلي. عن طريق الاداة دي اي مبتدئ يقدر يفتح شاشة ايفون 12 فما فوق بكل امان وبكل اريحية من غير خوف. هسيب لكم الرابط بتاعها تحت الفيديو. في ناس ممكن تشوفها غالية شوية لكنها معمولة من ماتيريال قوي جدا. في حاجات شبهها ارخص كتير ما تستاهلش يدفع فيها جنيه. وعايز اقول لك انك لو خسرت شاشة واحدة هتقول يا ريتني جبتها.
اعتبر نفسك خسرت شاشة من التليفونات القديمة، حتى مش من التليفونات الجديدة، وهات الأداة دي بدل ما تدفع فلوس شاشة في الهوا. خلي بالك إن الأداة دي تقيلة جدا علشان تبقى ثابتة وانت شغال، فشحنها هيكون غالي. فإذا لقيتها في أي محل موجود في السوق عندك هيبقى أكيد أوفر لك إنك تشتريها من الماركت اللي موجود في البلد اللي انت فيها، بدل ما تشتريها أونلاين وتدفع عليها شحن وجمارك. والأداة دي لو حابين تشتروها موجودة في أيمن أحمد ستورز اسكندرية. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو واستمتعتوا بيه. مع السلامة.